واحد يسأل هل توافق على الحب؟ إيه طبعا، وهل الدين إلا الحب؟ لكن هذا الحب اللي الشاب يقول خليني أول شيء أتعرف على البنية وأحبها وزواجنا يجي على الحب، هذا كذب. تدري ليش كذب؟ الحب أن تحب نفسك لغيرك، لا أن تحب غيرك لنفسك. هذه أنانية وهذا عشق. الحب الحقيقي حب الأم. الأم تجوع حتى يشبع ولدها، تعطش حتى يرتوي ولدها، تتعب حتى يرتاح ولدها. الحب الحقيقي أن تحب الطرف الآخر لا أن تحبه لنفسك، لأن لذتك عنده هذه أنانية، هذا حب النفس. والحب الحقيقي لا يأتي إلا بعد الزواج. كل الزيجات التي بنيت على أساس حب مسبق انتهت إلى الطلاق. روح فتش واسأل. يعني حب ليلى ومجنون هذا يحتاج لمجنون، وإلا الحب العاقل القرآن يقول وجعل بينهما مودة ورحمة. يعني بعد الزواج تأتي المحبة، وتأتي عبر المعرفة، عبر العطاء، عبر التعاون، عبر الإيحاء. أما أن نجعل الحب شرط للزواج وخلي يتعرفون على بعض خلال فترة الخطوبة، إذا ما في عقد شرعي كل واحد يكذب على الثاني، كل واحد يبرز نفسه كأحسن ما يكون، الرجال يبين نفسه ملك، البنية تبين نفسها حورية، لكن الحقيقة غير هذه. الحب الحقيقي يأتي بعد الزواج. فقضية أنه أنا أحب وحدة وأنا بعد ما أقدر أعيش بدونها، هذا الكلام أصلا غير صحيح. وما عندنا فرد حب يسيطر على الإنسان إلى هذه الدرجة. هذا نوع من أنواع العشق، وهو حب الإنسان لنفسه وليس حبه للآخر.